فزي ما حضراتكم شايفين الجهاز بتاعنا اندرويد 12، والجهاز الموديل بتاعه ريلمي سي 33. الجهاز ده معالج اس بي دي او سبريد، وطبعا دي الطريقه الوحيده المجانيه اللي تقدر من خلالها تشيل حساب جوجل، وكمان تقدر تفرمت الجهاز بطريقه سهله جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على رسول الله، واهلا بيكم معانا النهارده في فيديو جديد. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل فورمات لجهاز ريلمي سي 33، وكمان الجهاز ده ليه طريقه خاصه كده لازاله الاف ار بي، يعني ازاي نقدر نعمل له ضبط مصنع، وكمان نقدر نشيل حساب جوجل بطريقه سهله جدا وبدون اي مشاكل. اول حاجه لازم نركز فيها لما تيجي تقفل الجهاز من الباور، تضغط على زرار الباور كده، ما مش بيسمع معاك زي ما حضراتكم شايفين. تيجي تضغط على زرار الباور، الجهاز بيجيب لك ايقونات البحث على جوجل، ومش بيسمع معاك ان انت تقفل الجهاز. طيب اقفل الجهاز باور ازاي؟ بضغط على زرار رافع الصوت زي ما حضراتكم شايفين كده، زرار رافع الصوت مع الباور مع بعض. هنبص مع بعض كده، رافع الصوت مع الباور، هيبدأ يظهر لي القائمة الخاصة بعمل إعادة التشغيل وإلغاء التأمين والطوارئ والكلام ده كله. كل اللي أنا محتاجه من الليلة دي كلها إن أنا أضغط على إيقاف التشغيل. هبدأ أقفل الجهاز بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالظبط. أول ما الجهاز بيقفل باور معايا خالص، كل اللي بعمله هنا بركز في زرار الباور وزرار خافض الصوت. طيب بعمل إيه هنا بالظبط؟ باجي على زرار الباور، نركز جامد في الجزئية دي. باجي على زرار الباور واضغط عليه، وقبل ما الهزاز يشتغل اكون ضاغط على زرار خافض الصوت، خافض الصوت بس والباور. تمام، يبقى اول حاجه بعملها بضغط على زرار الباور، واول ما احس الهزاز هيشتغل بضغط على خافض الصوت، واول ما الشاشه تظهر ببدا اشيل ايدي من على الباور وافضل ضاغط على خافض الصوت زي ما حضراتكم شايفين كده. الجهاز دخل معايا على وضع الريكفري. الطريقة دي الوحيدة اللي تعرف تدخل من خلالها وضع الريكفري. طيب هستفيد ايه في وضع الريكفري؟ هبدأ اجي بالزرار اللي بيوطي، وابدأ انزل على فورمات كاش. اول ما انزل عليها واقف عليها كده، باجي على زرار الباور واضغط ضغطة واحدة، هيبدأ هنا يديني يس او نو. هنزل من خافض الصوت واضغط ضغطة واحدة على زرار الباور، هيبدأ يفرمت لي الكاش. بعد كده هنزل على فورمات ويب داتا فورمات ريست، وبعدها اضغط على زرار الباور. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين بيبدأ يظهر لي كانسل وفيكتوري داتا ريست. هنزل بخافض الصوت على فيكتوري داتا ريست واضغط على زرار الباور. هيبدأ الجهاز ينفذ الأوامر، وبعدها بضغط على زرار الباور عشان يعمل إعادة تشغيل ويفرمت لي الجهاز بشكل كامل. طبعا أهم حاجة في البداية دي كلها ازاي تقدر تقفل الجهاز بطريقة طبيعية، مش بالضغط على الزراير كلها، تقفله بطريقة طبيعية، زائد ازاي تقدر تخش على وضع الريكفري. يبقى دلوقتي حلينا مشكلتين كبار جدا بالنسبة لجهاز ريلمي سي 33. الجهاز ده طبعا معالج اس بي دي. الجهاز مش مدعوم على حاجات كتير، لكن النهارده بنجيب لك بشكل مجاني ازاي تقدر تعمل له فورمات من الريكفري، وكمان ازاي تقدر تشيل الاف ار بي بطريقه سهله جدا. هنبدا نستنى مع الجهاز لما الجهاز يعمل ضبط مصنع ونرجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ما دخلنا على وضع الريكفري الجهاز تم عمل ضبط مصنع كامل ليه زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي كل اللي هنعمله هنبدا نشوف الجهاز عليه حساب جوجل ولا لا، علشان لو عليه حساب جوجل هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نحذف حساب جوجل بطريقه سهله جدا. طبعا هنبدا نختار اللغه والحاجات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها ونوافق على الشروط زي ما حضراتكم شايفين كده. الجهاز بيقول لازم يوصل بالواي فاي علشان يبدا يشوف حساب جوجل موجود ولا لا، وطبعا الجهاز عليه حساب جوجل. عايز تعرف الجهاز عليه حساب جوجل ولا لا؟ هيكون ظاهر قدامك كده علامه جوجل فوق كده بشكل بسيط، يا رب تكون واضحه. دي علامه جوجل اللي هي القفل اللي موجود فوق ده، تعرف ان الجهاز بنسبه كبيره عليه حساب جوجل. طبعا طيب، كل الثغرات مقفوله للجهاز ده. يعني لو جينا في البدايه خالص ورحنا على مكالمات الطوارئ وكتبنا نجمه شباك 812 شباك، هتلاقي ان مفيش اي استجابه. لو كتبنا 800 ولو كتبنا 813 شباك نفس الكلام. حتى مكالمات الطوارئ من هنا اللي كنا بنعملها على الانفينكس زمان برضو مش شغال. طيب الحل ايه بقى؟ الحل ان احنا هنبدا ندخل على الواي فاي. هندخل مع بعض على الواي فاي كده، وهنا نضغط على الشبكه اللي احنا متصلين عليها. يعني هنيجي على الشبكه هنا ونبدا نضغط عليها بالشكل ده كده. هتفتح معايا القايمه اللي قدام حضراتكم دي، حاجه على كلمه شير، كلمه شير، واضغط عليها بالشكل ده. هبدا اضغط على الايقونه دي
وبعد كده اضغط تورن اون تفعيل، وبعد كده هضغط على علامه الترس اللي فوق، هيظهر لي الشكل قدام حضراتكم. هبدا انزل تحت هلاقي كلمه ليرن مور، هضغط على ليرن مور وابدا استنى. هيبدا يفتح معايا الواجهه اللي قدام حضراتكم او الصفحه دي. كل اللي هعمله هروح على الثلاث نقط اللي فوق خالص دول واضغط عليهم، وهنا هضغط على كلمه شير. بعد كده هيبدا يظهر لي الكلام ده كله. هبدا اختار الرسائل اللي هي المسج، الرسائل العاديه خالص. تمام، هضغط على كلمه نيو مسج بالشكل ده كده. هاجي في الخانه اللي فوق خالص وابدا اكتب 122. تمام كده، اخترت الرقم اللي انا هبعت له الرساله. بعد كده هيظهر لي الرساله التلقائيه اللي ظهرت قدام حضراتكم، هبدا احذفها كلها وابدا اكتب هنا www.youtube.com. زي ما حضراتكم شايفين كتبت هنا www.youtube.com. بعد كده هضغط ارسال الرساله. تمام، نركز هنا بقى في الجزء ده لان الجزء ده مهم جدا. لو انا جيت ضغطت على اليوتيوب على طول كده، نلاحظ مع بعض فتح لي اليوتيوب بالشكل ده، يبقى انا مش هعرف استخدم الثغره. طب الصح ايه؟ الصح ان انت، نرجع تاني على الخطوه، الصح هتعمل زي ما احنا هنعمل بالظبط. تمام، هتشوف معايا بالتفصيل ازاي تقدر تدخل على اليوتيوب على طول بشكل مباشر. اهون ندخل على الرسائل، نيو مسج مثلا، وهنبدا نكتب 122 وبعد كده نكتب يوتيوب. اليوتيوب طبعا مكتوبه بالشكل ده. الصح علشان تدخل على اليوتيوب بتعمل ايه؟ ما تضغطش على الرابط، بتيجي على علامه السهم اللي هو فيه دايره ده وتضغط عليه الاول لعند ما اليوتيوب يظهر لك. لازم الايقونه بتاعه اليوتيوب تظهر بالشكل ده كده. اول ما تظهر معاك بالشكل ده ابدا اضغط عليها، هيفتح معاك اليوتيوب زي ما حضراتكم شايفين. يبقى لو انا ضغطت على الرابط نفسه مش هيفتح معايا، لازم اعمل اعاده تحميل وبعد كده ابدا ادخل على اليوتيوب. بعد كده هروح على علامه الشخص اللي فوق خالص دي، وبعد كده على كلمه سيستنج بالشكل ده كده، وبعد كده على كلمه اباوت، وبعد كده على الايقونه دي. هلاقي ان جوجل كروم فتح معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفين. طيب هضغط اكسبت نو سينك علشان اسجل دخول على جوجل كروم بطريقه سهله جدا. بعد كده هبدا اروح على موقع جوجل علشان اقدر ادخل على الموقع اللي انا عايز ادخل عليه، علشان نقدر من خلاله نفتح الثغره بتاعتنا او نحذف حساب جوجل. اول حاجه هنا هنكتب موقع بيربتوس، ده اسم الموقع اللي هندخل عليه. هنعمل عليه في البحث كده، هيبدا يظهر لي اول نتيجه بحث هو موقع MTK برو فيرجن 13، وده خاص باخونا علي حساني. موقع قوي جدا جدا فيه كل الامكانيات اللي ممكن تساعدك في ازاله حساب جوجل من جميع الاجهزه. طيب انا محتاج ايه من البرنامج ده كله؟ ان انا محتاج ان انا اروح على الاعدادات. تمام، هبدا اروح، هنزل تحت كده لما نشوف اللينك اللي بدخلني على الاعدادات. نطلع تاني، زي ما حضراتكم شايفين هنا بيقول لي اوبن سيستنج. هضغط عليها كده هيبدا يفتح لي اعدادات الموبايل بتاعي. هبدا انزل لتحت وادور على كلمه اب ان احنا ندخل على التطبيقات. زي ما حضراتكم شايفين هنا بيقول لي انا عايز اشوف كل التطبيقات. يعني هنا اول ما بدخل اعمل CL 45 اب، ان انا عايز اشوف كل التطبيقات اللي موجوده عندي. اول حاجه في التطبيقات دي او قبل ما نشتغل في التطبيقات هنيجي على الثلاث شرطات اللي فوق دول ونعمل شاو سيستم، وريني البرامج اللي خاصه بالنظام او اظهر لي التطبيقات الخاصه بالنظام سواء لغه عربي او انجليزي. بعد كده هروح على اول حاجه عندي وهي اندرويد اوتو، القائمه دي، وابدا اعمل ديسيبل واعمل فورس ستوب اللي هو ايقاف اجباري. تمام كده اول خطوه وقرب من خالص. بعد كده هبدا ادور على جوجل بلاي سيرفيس، ندور عليها مع بعض. عندي هنا جوجل بلاي سيرفيس، هدخل عليها واعمل نفس الخطوات، ديسيبل طبعا واعمل فورس ستوب. كده انا خلصت تخطي حساب جوجل.
تعالوا بقى نرجع ورا بقى خالص للبداية بتاعتنا. يبقى انا كده خلصت المهمة بتاعتي، فرمطت الجهاز وكمان حذفنا حساب جوجل. هنشوف برضو الخطوات مع بعض. تمام، هنبدأ نرجع خطوة خالص للبداية. رجعنا هنا عند الواي فاي، هنبدأ نضغط نيكست. طبعا انا موصل على الواي فاي من قبل كده. هنبدأ نضغط نيكست علشان نكمل الخطوات بتاعتنا بطريقة طبيعية. طيب لو الجهاز طول معايا هنا اعمل ايه؟ هترجع خطوة لورا لو الجهاز طول معاك، وتيجي على الواي فاي وتعمل فورجيت، نسيان الرقم السري، وبعد كده تضغط نيكست. تمام، طبعا مش هيقدر يسجل دخول معاك، هترجع تسجل تاني على الواي فاي. تمام، هنكتب تاني كلمة السر بتاعت الواي فاي ونضغط كونكت، وبعد كده نضغط نيكست. هنلاحظ مع بعض ان هيدخل بسرعة كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. يبقى لو علق معانا على الشعار بنرجع نحذف الواي فاي ونرجع تاني نسجل الواي فاي ونكمل خطواتنا بشكل طبيعي. هنبدأ نستنى شوية كده لما نشوف هيعمل ايه معانا ايه بالظبط. طبعا ده اندرويد 12 احدث اصدار، هنشوفه بعد ما يفتح معانا دلوقتي الاصدار بتاعه والفيرجن بتاعه. طبعا هنا هنضغط دونت كوبي. هنا طبعا هنضغط على كلمة اسكيب تخطي، نضغط دن ونضغط جيت ستارت زي ما حضراتكم شايفين. كده الجهاز فتح معايا بشكل طبيعي جدا بدون اي مشاكل. تعالوا مع بعض كده نشوف اصدار الجهاز بتاعنا. طبعا هتعمل انيبل بقى للحاجات اللي احنا وقفناها. يعني هنا بيقول لك اعمل تفعيل لوضع الجوجل بلاي سيرفيس، الحاجات اللي هو ايه اللي احنا وقفناها من شويه. هتلاقي كاتب لك في الاشعارات هنا فعلها، يعني لانك انت محتاجها اصلا. فاحنا كده خلصنا مهمتنا، فتبدا دلوقتي تفعلها بدون اي مشاكل. هنروح على الجهاز بتاعنا ونبدا نشوف اباوت فون. فزي ما حضراتكم شايفين الجهاز بتاعنا اندرويد 12 والجهاز الموديل بتاعه ريلمي سي 33. الجهاز ده معالج SBD او سبريد، وطبعا دي الطريقه الوحيده المجانيه اللي تقدر من خلالها تشيل حساب جوجل، وكمان تقدر تفرمط الجهاز بطريقه سهله جدا. يبقى زي ما حضراتكم شايفين دي الطريقه الوحيده اللي تقدر من خلالها انك تشيل الFRB اللي هو حساب جوجل، وكمان تقدر تعمل ضبط مصنع كامل للجهاز بطريقه سهله جدا وبطريقه مجانيه. وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم اي جديد بنعمله على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.